صباح الخير أو مساء الخير. أهلا بيكم في حلقة جديدة من زورو توكس. النهاردة عايزين نتكلم بقى عن حاجة مختلفة شوية عن اللي اتكلمنا فيه. اتكلمنا ازاي تكسب، ازاي تجهز بيتك. عايزين نتكلم عن الاكسبيرينس بتاعت الجست، والجست عايز ايه. بص يعني انا متفق معاك ان احنا في كل الحلقات اللي فاتت بنقعد نتكلم ازاي تسعر بيتك وازاي تصوره وازاي تحط امانيتيز عامله ازاي والكلام ده كله، بس ما اتكلمناش هو الجاست اكتشلي بيفرق معاه ايه او هو بيدور على ايه. مظبوط. عملت ريسيرش كده الفتره اللي فاتت عن البوينتس المهمه اللي ممكن تفرق مع الجاست. هما تقريبا 5-6 نقط. مم. اوكي، نبتدي باول نقطه فيهم. النظافة is cleanliness. cleanliness is king. يعني هي دي أهم حاجة لازم تبتدي بيها، لأنه يعني موضوع النظافة آه كنا اتكلمنا قبل كده، لو تفتكر في حلقة من الحلقات يا جون كنا بنقول لو الجست دخل لقى في الحمام شعرايا. شعراية، هو كده بيعتبر ان البيت ده كله ما تنضفش، او يعني ايه، من الاخر مفيش ضمير. مم. اوكي. ف وكنا حتى واحنا في دبي لو تفتكر الموظف اللي معانا قال لنا اهم حاجة اللوندري، واهم حاجة في اللوندري ان ما يبقاش فيه شعر. مم. فواضح من الهوسبيتاليتي اندستري عامة ان موضوع الشعرايه وموضوع عدم النظافه دي حاجه very very في important جست يعني. اول ما بيتشكن بيخش يبص على التويلت ويخش يبص على الملاية. اول حاجة عايز يطمن هو البيت ده اتنضف كويس ولا مضحوك عليا من على الوش. ودايما الجاستس عندهم ريفرنس في دماغهم ان هو انا لو قاعد في هوتيل تشين عالي، زي هقعد مثلا في الفور سيزونز او قاعد في ريتز كارلتون، ولا قاعد في حاجه كده 5 ستار، مستحيل هو بيبقى عنده ثقة كده من جوه، بيبقى واثق من النظافة هناك. ليه؟ لأن هو مستحيل يشك في البراندز الكبيرة. فهو لما بيخش عندك انت كهوست، انت هوست صغير، انت عندك شقة، فهو منين هيجيب الثقة بتاعت انا واثق جدا وانا داخل عند جون ان الشقة اللي انا هاخدها منه نظيفة؟ هو ما عندوش الثقة انت دي، جون فانت مش الفور بتبنيها. سيزونز. بالظبط، انت بتبنيها، فانت عشان مظبوط. تبنيها معاه ويجي لك ريكارنت جاستس ويجوا لك وريتيرنينج جاستس ويحجزوا معاك تاني، سمعتك بتبتدي تطلع في الحته دي. ان انت لا، انت هم يعني يجي يقول مثلا بص والله الشركه دي كويسه او الفلان الفلاني ده كويس، بس النظافه عنده مش احسن حاجه، هو مش هيجي لك تاني، لان نمبر 1 هي النظافه. مظبوط. فمساله النظافه دي مهمه جدا، وفي طبعا معايير نظافة وفي كورسات نظافة ازاي الهاوس كيبنج بينظفوا في 45 دقيقة الأوضة، أو بينظفوها في 20 دقيقة الأوضة على حسب، وفي فلو معين لطريقة التنظيف وبتاع. في ناس يعني متخصصة في الحتة دي، مش زينا احنا مش بنتخصص فيها، بس يعني في ناس مسألة نظافة أو الهاوس كيبنج بتاعت الأوض وبتاعت الشقق دي توبيك كبير، ومحتاج ان كل هوست او اي حد قاعد بيأجر بيته على اير بي ام بي لازم يهتم جدا جدا بمسألة النظافة. مظبوط. آه، نقطة تانية هي البيزكس، اللي هي الحاجات وسائل الراحة، زي ايه؟ بلاك اوت. ليه بنقول بلاك اوت؟ مثلا من ضمن الحاجات، انا بقول يعني دي من ضمن الحاجات، في عندك ان يبقى في تكييف، في بلاك اوت، في الحاجات دي. بلاك اوت راكب صح كمان ان يكون بيعتم 100%. في بز- ناس بتنام متاخر وعايز تصحى متاخر، مش عايز تصحى بدري، مش عايز نور الشمس يصحيها. في ناس منيمه طفل في الاوضه واخد الناب بتاعته، مش هينفع يبقى فيه ضوء شمس داخله. اهو الجست متوقع شويه حاجات في الكومفورت بتاعت في الراحه، في وسائل الراحه، ان هو يبقى عنده مخدتين على السرير ليه هو شخصيا، مم. مخده يا سلام بقى لو طريه مخده، ايوه بالظبط. ومخده ناشفه. ليه؟ تمام. لانه لو هو من الناس اللي بتنام على مخده فيري سوفت، وجبت له مخده مثلا ريش او حاجه زي كده، هيبقى مبسوط جدا. طب هو مش من الشخصيات دي، هو بيحب ينام على حاجه فيرم، فانت جبت له مخده تانية فايبر. ده الستاندرد، وده الهوتيل ستاندرد على فكره برضو. دي حاجه. الحاجه التانية البلاك اوتس، ليه؟ لانه دي حتى نازله كامينيتي او
حاجه على اير بي ام بي بيقول لك في روم داركنينج شيدز ولا لا، يعني هل في حاجه تعتم الاوضه ولا لا، ولو في دي بتبقى حاجه كويس جدا. لو مش موجوده بيعرفوها للجست، بيقولوا له خد بالك انت البيت اللي انت حاجزه ده ما فيهوش بلاك اوت. شيدز، ما فيهوش شيدز، في تكييف ولا ما فيش تكييف. في حتت في يوروب انت ممكن تأجر البيت وانت مش واخد بالك. يعني مره أجرت بيت وكنت ساعتها لسه مش فاميليار باير بي ام بي قوي، قبل ما اشتغل حتى في اير بي ام بي. أجرت بيت انا ومراتي، كنا في يوروب، وعامل فيها بقى ابو العريف، يعني انا فاهم انا الابلكيشن ده موضوع بسيط. حجزت البيت وانا مش واخد بالي، اكتشفت البيت ما فيهوش تكييف، وهتطلع شايل الشنط بتاعتك لان مفيش اليفيتر. حاجتين انا فاتوني. انا كنت ببص على الواي فاي واللوكيشن. فاتتني انا برضو موضوع السلم ده. مره كان برضو دور عالي وما كانش فيه اليفيتر وهطلع بالشنط فعلا، فاتتني قبل كده برضو. فممكن تفوت اي حد ان هو ده هيطلع سلالم ومفيش تكييف، بس والاوضه متعتمه وكل حاجه، بس مفيش تكييف. وفي يوروب عادي ان انت تأجر بيت ما فيهوش تكييف. يعني الثقافه بتاعت التكييفات دي موجوده عندنا احنا في الميدل ايست اكتر من يوروب يعني. فالبيزكس دي مهمه. انت لما تيجي تدي بيت لحد في الريجن بتاعتنا في الميدل ايست عامه، لازم تكييف ساخن، انت لازم بارد. يبقى تكييف، لازم مخدتين، لازم ملايات ميه سخنه بيضة سخان. وكويسة. موضوع الملايات صحيح. والسخان طبعا، والمية سخنة وساقعة. الملايات في ملايات بتبقى موجودة في السوق عامة، حتى لو بيضة او كده. انت عارف موضوع اللينن ده في منه، في حاجة اسمها التي سي، الثريد كاونت. اللي بيفهم في النسيج هيقولك الثريد كاونت بتاع الملاية في من اول 180 و160 و120 ثريد كاونت لغايه 400 و800 و1000 ثريد كاونت. ثريد كاونت ده باختصار يعني 1 سنتيمتر باي 1 سنتيمتر في كام عقده نسيج في كام خيط في الحته المعينه فكل لما دي. بتزيد في المساحه دي كل ما الملايه بتبقى انعم، كل ما نسبه ان هي تتكرمش بتبقى اقل، وهكذا بالظبط. في اوتيلات الثريد كاونت بتاع الملايات اللي فيها عالي قوي، خصوصا التشينز الفايف ستارز. هتلاقي فيها مثلا الحاجات اللكجري. يعني انت يعني بتلاقي دايما كده لما حد بيروح اوتيل 5 ستار جوه مصر او بره مصر او في اي حته، يعني بيقول لك مفيش زي الملايه بتاعت الاوتيل. ناعمه قوي. كل ما ثريد كاونت بيعلى كل ما الملايه بتبقى انعم. فالملايه بتبقى ناعمه جدا وبتبقى فيري كومفورتبل، وبتبقى يعني الموضوع فيري في احساس كده لكجري. فطبعا ملايات زي كده بتبقى مكلفه، بس ممكن تنزل بالمستوى لغايه 200 ثريد كاونت، بس مش اقل من 200 يعني يوجولي. يس مش اقل من كده، لانه بتبتدي تبقى خشنه قوي بقى وبتكرمش بسهوله بالظبط. فموضوع الكومفورت عامه، وسائل الراحه اللي هو البلاك اوتس، التكييفات، الملايات اللي تبقى بيضة وتبقى الثريد كاونت بتاعها منطقي. احنا عارفين ان التفاصيل دي للشخص الافريج هيقولك اللي انتوا بتتكلموا فيه ده، انت هنقعد نجيب في ملايات ثريد كاونت 400 و300 و200. بتفرق طبعا. لما مش لازم كل الناس تعمل الكلام ده، بس الفكرة تبقى انت عارف الجست اتعرض لايه، لانه ممكن يكون الجست اللي جايلك ده ما هو قاعد في فنادق قبل كده. فيعني حلو ان انت تديله احساس لكجري عالي حلو. وايت لينن، فوط بيضة وملايات بيضة، تديله احساس الاوتيل. دي حاجة فيري يعني ديماندد وادد ليك. وتي سي كاونت عالي، ثريد كاونت عالي. لو انت فارش بيت بمستوى عالي وتارجتنج سعر عالي ولوكيشن مميز، لا لازم تحط ثريد كاونت عالي طبعا. بالظبط. نيجي بعد كده بقى للحاجات الستوكينج بتاع البيت او الاوضه او وات ايفر. تويلت بيبر، فيشيال تيشو او مناديل عموما، مناديل حمام ومناديل مطبخ. كوفي وتي. في ناس بتقدم حاجات اكتر من كده، في ناس بتقدم كوفي كابسولز ومكنه نسبريسو وحاجات، ويعني ده بتبقى حاجه حلوه جدا.
في ناس ما بتقدمش كده، بتقدم نسكافيه عادي وقهوه عاديه وشاي. ديش سوب وليفة مواعين. بالظبط، كل دي اللي هي الاسينشالز. وفي ولازم طبعا ميه، يعني فكره الميه بوتلد، ازازتين ميه على او الاقل وهو 4. لسه داخل البيت على الاقل يلاقي كوبايه ميه يشربها. وكلنا دخلنا اوتيلات شفنا بيبقى حاطط لك ازازتين ميه، بيقول لك كومبليمنتري، دي حاجه مننا. الحاجات الصغيره دي بتفرق، واعتقد ان معظم الهوستس اوريدي على اير بي ام بي وورلد وايد بيعملوها. لكن مهم ان حتى الناس اللي من النهارده مش بتعملها، لو عملت حاجه زي كده الجست تفرق جدا جدا معاه. يعني الحاجات الصغيره دي، في في ناس ساعات بتسيب بيرسونال نوت بيبقى كاتب اسمك عليها اسم الجست باسم نفسه جاف، شخصيا. نتمنى يا فلان الفلاني بخط الايد ان انت تنبسط في الاقامه بتاعتك معانا. ايه ده بالظبط. انت كاتبها لي بخط ايدك ولي انا شخصيا وباسمي؟ ده انت مهتم، انت مركز معايا. بتدي احساس مختلف، وبالتالي هيتوصل ان انت تاخد ريفيو مميز، والريفيو المميز ده بيعليك في الالجوريزم بتاع اير بي ام بي وبوكينج دوت كوم، وتتشاف اكتر وتتاجر اكتر وتتاجر باسعار اعلى. فحته ان انت تبرسونلايز الاكسبيرينس بتاعت الجاست لمرحله ان انت تسيب له نوت مكتوبه بخط الايد، طبعا ادد فاليو جامد للجاست. جدا. حكايه كانت في 3 نقط: النظافه كلينلينس، تاني حاجة اتكلمنا فيها البيزكس، الحاجات الأساسية اللي هي المخدتين والملاية المريحة، التكييف، البلاك اوت، الحاجات التلاجة، الأساسية. السشوار، بالظبط، المكوى بترابيزة المكوى، دي كلها بيزكس، دي دي بنسميها الامينيتيز بيزكس. تالت الاساسيه. حاجة اتكلمنا فيها الستوكينج او الريستوكينج، يعني بتاع الشقة، اللي هو المستهلكات عامة، اللي هي المية، المناديل، اكياس الزباله. اكياس الزبالة، الحاجات اللي هي الاستهلاكية. رابع فاكتور مهم قوي الجست برضو بتفرق معاه قوي، او بتتحكم في الاكسبيرينس بتاعته: سهولة التشيك ان. انت النهارده في الاوتيل لما بتخش على الريسبشن، في الريسبشن بيقول لك بطاقتك، باسبورك، الكلام ده كله بيعمل له سكان، تمضي ان انت هتستلم الاوضه او وات ايفر او الكلام ده كله، وبتاخد الكارت او المفاتيح بتاعه الاوضه وتطلع. مظبوط. في الشقق الموضوع مختلف، في كيلس انتري، في سيلف تشيك ان، في جايدد تشيك ان، في حد ممكن يستناك، في حد ممكن ما يستنكش، في حد ممكن يتأخر عليك لو هو اللي هيدخلك. وطبيعي جدا في المجال ده هتتعرض لفكرة ان الجست ممكن وصل ومش عارف يخش ليه، لان حتى اللوك اللي انت مديهوله الكود مش شغال، او الابليكيشن مش شغال او هو مش عارف ينزله، يستخدم يدخل الكود كمان، او مش عارف يفتح اللوك بوكس اللي هو ميكانيكال عادي جدا، بس مش عارف يفتحه ياخد منه المفاتيح. فسهولة ان انت تجرب الطريقة اللي هتدخل بيها الجست، تجربها على نفسك الاول وتتأكد انها شغالة ومطمن وتبقى انها مشروحه شغالة. باستفاضه على اير بي ام بي، علشان لما يعرف يتشيك ان بيفتح السيلف تشيك ان انستراكشنز، يلاقي الصور اللي تسهل دخوله وما يعطلش. بالظبط. فقصة التشيك ان دي مهمة جدا، ودايما الجست عنده خوف ان هو هيوصل مش هيعرف يخش البيت. كل ما تديله معلومات اكتر قبل ما يخش وقبل ما يوصل، هو هيخش ازاي بصور فيجوالي او بفيديو. يعني احنا مثلا عملنا ايه في الموضوع ده؟ احنا دخلنا على يعني عملنا صورنا التشيك ان بتاعنا فيديو وحطيناه هوستد على درايف اونلاين. اوكي، وبقينا نبعت للجاستس اللي داخله معانا الطريقه بتاعت دخولهم هتبقى شكلها عامله ازاي، بلينك الفيديو بيخش بيبقى شايف الموضوع عامل ازاي، اسهل من ان انا اقعد اديله حتى تسلسل صور. فكل ما هتسهل على الجاست طريقه دخوله، كل ما هيحس بامان اكتر وانبسط اكتر، ولقى ان محدش عطل له وقته ولا قاعد يستنى حد. بس انت فكرتني بنقطه تانية مهمه: التكنولوجي. البيت من ضمن الامينيتيز اللي بتفرق قوي دلوقتي التكنولوجي. ما هي دي النقطه اللي كنت هتكلم فيها بعد كده، النقطه الخامسه اللي هي التكنولوجي عامه، السمارت تي فيز. محدش بيتفرج على تشانلز عاديه دلوقتي، كله بيستريم من نتفليكس وشاهد ويوتيوب. فالسمارت تي في بقى حاجه اساسيه. يو اس بي تشارجز، انا عايز بسهوله اقدر اشحن موبايلي جنب السرير او في الليفينج روم. اليو اس بي تشارجز بقت حاجه برضو بتفرق مع الجست. بالظبط، يعني بقت يعني اساسيه دلوقتي. سمارت تي في
ويو اس بي تشارجرز. وبالنسبه للدخول برضو الكترونيك دور لوك اللي هو كيباد بتاخد ارقام، او لو في حد قبله في وقت الدخول سجل له الفينجر برينت بتاعته فبقى يخش بالفينجر برينت بتاعته، فمش محتاج يبقى معاه مفتاح اصلا يقول انا ضيعته ولا ما ضيعتوش. بالزبط. الحاجات دي برضو بتفرق جدا في الاكسبيرينس بتاعت الجست. الاكسبيرينس بتاعت الجست في الاوبريتورز الكبيره، الاوبريتورز اللي بيديروا اكتر من 800 لغايه 1500 وحده او ليستنج، ما عندهمش فكره الجايد تشيك ان دي، لان هو كده هيضطر يعين له مثلا 400 موظف او كله سيلف تشيك ان. السيلف تشيك ان بقى الطريقه بتاعت بره اوكي مختلفه خالص. ليه؟ لانه هو النهارده بيخش بعد ما حجز بيجي له لينك، اللينك ده بيملى فيه البيانات بتاعته ويتصور وايدنتيتي، وبعد ما الايدنتيتي يروح دافع التاكسز، بعد كده يدفع الدامج ديبوزيت اللي هو التامين لو في تامين، وبعد كده بعد ما يخلص كل الخطوات دي يقول له مبروك انت كده يو هاف تشيكت ان اونلاين زي الطيران بالظبط. وبعد كده يقوم طالع له كود اوتوماتيكلي بتاع الدور لوك، او يقول له اول ما توصل عند الدور لوك وانت فاتح الابلكيشن ده سلايد تو اوبن، اول ما يعمل كده بلوتوث باستخدام الان اف سي او البلوتوث يقوم الباب مفتوح. مظبوط. الجاز طبعا في جاز كتيره بتبقى عندهم مشكله في الحته دي، ساعات الكود ما يشتغلش او الدور لوك مش عارف ايه، بس نادرا لما بتحصل، بس يوجولي بتبقى سيمليس تشيك ان، بيبقى الموضوع سلس جدا. فموضوع التشيك ان حته مهمه جدا، تستدعي يعني ان الواحد يجربها قبل ما يديها كمان للجاست ويبقى متاكد ان الموضوع شغال كويس. اخر نقطه اللي هي جايد بوك. النهارده انا لو رايح بلد، انا عارف ان كل حاجه دلوقتي بقت اونلاين، وتقدر تخش دلوقتي على جوجل او تشات جي بي تي او كده تسال ايه اللي حواليا، اكل فين، الكلام ده كله. بس بيبقى حلو ان انت تبقى سايب له جايد بوك حتى عن الحاجات اللي بتحصل جوه الشقه. يعني مثلا لو الجاكوزي هيملاه ازاي مثلا، او النور بتاع الطرقه اللي بره الشقه بيطفي الساعه 10 بالليل كجزء من البروتوكول بتاع العمارة مثلا. او يرمي الزباله فين لو هو قاعد لونج ستي، او الواي فاي باسورد ايه. وموضوع الواي فاي ده برضو من الامانيتيز تعتبر في البيزكس، يعني مش هنقول طبعا يعني سترونج واي فاي، يعني انت بتدي امانيتي اساسيه دلوقتي، دي بقت حاجه اساسيه. فموضوع الجايد بوك انت بتديله جايد عن الشقه، مش لازم تديله جايد عن البلد، لانه جايد عن البلد هو مش مستنيك. احنا ما بقناش في السبعينات ولا الثمانينات عشان اقول لك ايه اللي حواليك وهتزور ايه لما تبقى في مصر مثلا. بس ادي لك جايد عن طريقه تشغيل السخان لو فصل، الجاكوزي لو انت عندك، تفتح البلكونه ازاي وتقفلها ازاي لو فيها طريقه معينه معقده. اوكي مظبوط. جايد بوك تستخدم ايه وانت طالع في الاسانسير، لو في توكن زي ما عندنا في مصر بيبقى عندنا التوكن اللي هو البصمه دي اللي بتشغل الاسانسير، ممكن الحاجات دي ما تبقاش موجوده. بس بره اكشلي الحاجات دي موجوده برضو في يوروب، وبتخش تلاقي في البيت سايب لك ورقه، الورقه دي موجود فيها كل التفاصيل بتاعه دخولك وخروجك، ولما تبقى سايب البيت وانت ماشي في التشيك اوت تسيب لي المفتاح فين. بيبقى ساعات بيسيبوا زي صندوق صفيح كده يعني معمول ميتال، بترمي فيه المفتاح علشان هو مش عايزك بقى تقعد تحطه له في اللوج بوكس وتغير الكود. فهو بيسهل عليك اللي هو ايه، لا وانت خارج ارميه في الحصاله دي وانا بعد كده افتح الحصاله اخده. لان وانت ماشي يوجوالي تكون انت كجست عايز امشي بسرعه، انا ما اسيب لك المفتاح جوه. احنا كم مره سابوا لنا الجست المفتاح جوه البيت وهم ماشيين؟ كتير. ليه؟ لان هو ماشي هو مستعجل، ما تلعبكليش الدنيا، قول لي هسيبه لك فين بسرعه، مش هستنى حد على بال ما يجي لي، وانا مش هستنى حد. بالظبط انا مش هستنى حد اقعد اسلمه المفاتيح. يعني وانت جاي انت عايز تيجي بسرعه وتخش، وانت ماشي عايز تمشي بسرعه. فكل ما تسرع التو سايكلز دول يو ار اوبتمايزنج البيزنس او الاكسبيرينس بتاعت الجست بطريقه قويه جدا. فدول ال6 بوينتس اعتقد مهمين، ان لو اي هوست بيكفر ال6 بوينتس دول في اكسبيرينس الجست وحط نفسه مكانه، وياخدوا من المطار والايربورت بيك اب برضو من النقط. يعني دي بقى ادد
فاليوز، ودي سوري ادد فاليو، ودي امينيتيز او اكسبيرينس اعلى كمان. لو انت بتعمل له اب سيلينج بقى، لو هو تقول له ايه، طب انت جاي من المطار، انا ممكن اجيبك من المطار، او ممكن اجي ابعت حد او شركه معينه انا متفق معاها ان هم يقدروا يجيبوك بريت حلو. في امينيتيز بقى زياده، زي مثلا وركينج ديسك. من بعد كوفيد بقت ناس كتيره بتسافر عايزه مكتب باضاءه بسوكيتس عشان يقدر يشتغل من البيت. في ناس في يوروب بقت مور كونشس في حته الايكو فريندلي. يعني لو انت عندك بلاستيك فري. امينيتيز بلاستيك فري، دي حاجة قوية جدا. بقت في ناس كتيرة يفرق معاها ان انت المكان بتاعك ده ايكو فريندلي، ده مش هقعد ارمي في بلاستيك طول الوقت. ففي ناس كونشس في الحتة دي. بيت فريندلي دي حاجة اميرجنج برضو. يعني من قريب، من كام سنة اول ما اير بي ام بي ابتدت، ما اعتقدش انها كانت بيت فريندلي يعني. شوية شوية بقى في وحدات سيرفيس بقت دوجز، سيرفيس انيمالز، او كده. الناس اللي معاهم سيرفيس انيمالز، او الكلاب اللي هي متدربه على الخدمه نفسها، كلاب خدمه او حاجه زي كده. دي بقت حاجه اساسيه، ما ينفعش تقول لهم لا. فحته ان انت تبقى مكانك بيت فريندلي، دي حاجه برضو ادد فاليو بالنسبه لاجانب كتيره قوي، خصوصا الاجانب اللي جايه من يوروب وامريكا وكده. دي بعض البوينتس. اعتقد لو اي هوست جمعهم كده واشتغل عليهم، ممكن الاكسبيرينس بتاعت الجست تبقى في حتة تانية، ويبقى ريفنيو ستريم شغال طول الوقت بياخد ريفيوز حلوة جدا. لو ال6 نقط دول اي هوست التزم بيهم وطبقهم. وبتزيد نسبة الريتيرنينج جاست كمان. يعني طبعا. مش بس الريفيوهات، لا، الجاست كمان ممكن يرجع تاني. اصل انا ارتحت مع الهوست الفلاني او ارتحت مع الشركة الفلانية. اصل الجست مش بتدور على اللكجري، الجست بيدور على الراحة، كومفورت. مظبوط. هو ما حدش بيدور على الفخامة بس، هو بيدور على الراحة. فانت لو عرفت توفق الحاجات دي، اعتقد ده بيبقى يعني وسائل نجاح قوية جدا. ده كل الموضوع عن الجست. نشوفكم في حلقة جاية ان شاء الله، نتكلم اكتر عن تفاصيل مختلفة عن البيزنس بتاع الاير بي ام بي في مصر. شكرا.